ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد والجزء الثالث من سلسلة التحور مع الجسد. فاكرين في الجزء اللي فات لما قلت لكم ان جسمك مش ملكك؟ فاكرين ده؟ لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات ارجع شوفه عشان تفهم الفيديو ده. يلا بينا اقول لكم ازاي ان جسمك ما كانش ملكك طول الوقت. كل مرة كنت راجع من اللعب في الشارع ورجلك مش نظيفة ومامتك راحت موقفاك على الباب وقالت لك اوعى يا واد تدوس على السجادة انا لسه منضفها، اللحظة دي رجلك خزنت الطاقة اللي كانت فيها ومحتفظة بيها لحد النهاردة. كل مرة كنت هتمدي فيها ايدك على الاكل وانت في زيارة عند حد من قرايبكم وابوك راح باصص لك بصة نشفت ايدك مكانها، عضلات ايدك فضلت مخزنة الذكرى دي لحد دلوقتي. كل مرة كنت بتلبسي فيها الفستان وانت عندك 5 سنين وتيجي مامتك تقولك عيب يا بنت ده ظهره عريان، ظهرك لسه فاكرها. كل مرة جيتي تكتشفي اي حتة في جسمك وانت عندك 3 سنين وخدتي قلم على وشك، عضلات وشك لحد دلوقتي مش ناسيها. كل مرة حد حاول يقرب من جسمك بشكل غريب وغير مريح جسمك حافظها بكل تفاصيلها. وتمر الايام وتعدي السنين ونكبر وكل حتة في جسمنا فيها ذكرى وكل خلية فيها حكاية وكل منطقة وليها تاريخ، كل واحد وحظه وكل واحد وطريقة تعبير جسمه عن ذكرياته وآلامه القديمة. اللي يجيله قولون عصبي واللي يجيله صداع مزمن واللي يمشي كأنه متخشب واللي ايده بتترعش قدام الناس، اللي تكره جسمها فتهينه وتبهدله وتعرضه للبيع، واللي ترفض فتسيبه يزيد ويتنفخ، وفي اللي بتحتقره فتبطل تاكل او تتقيأ الاكل اللي بتاكله، واللي مش طايقاه ومش طايقه فيه نفسها فتقطعه بالمشرط او تخربشه بضوافرها لحد ما يجيب دم، وفي اللي بتقرر تنتقم من كل اللي اذوها في حياتها انها تنتقم منهم في جسمها وتنقل معركتها معاهم لارضها، اللي مش شايفه جمالها واللي مش مصدقاه واللي مستكتراه على نفسها، وفي اللي شعرها بيسقط بدون اي سبب طبي واضح، وفي اللي دورتها الشهريه بتتلخبط بدون اي تفسير، او بشرتها بتقوم بثوره عليها، او وزنها لو زاد كام جرام بتتجنن، في اللي يجيله حساسيه في الجلد بدون اي تفسير، واللي بيحصل له الام مزمنه في كل جسمه رغم كل التحاليل والفحوصات السليمه، واللي وشه يتملي تجاعيد قبل الاوان، وفي الاخر اللي جسمه يقرر يخونه ويقع ويهدم نفسه بنفسه بجلطه في المخ او مرض من امراض المناعه الذاتيه. جسمك مش بينسى، جسمك بيفتكر كل حاجه، جسمك له وجود وله كيان وله ذاكره، جسمك له هيبه. من اكتر الامراض المنتشره في مصر دلوقتي مرض اسمه الامراض النفس جسديه، يعني المريض فيها بيشتكي من اعراض جسديه لكن الحقيقه الموضوع نفسي مش عضوي. عارفين الامراض دي بتنتشر في مجتمعاتنا عشان التعبير عن الالم النفسي والمشاعر الحقيقيه غير مقبول، علشان عيب او غلط او محن او قله ادب، فيضطر الجسم شخصيا انه يعبر عن الالم النفسي بس بلغته الخاصه. كتير من الدكاتره المصريين بيلاحظوا ان المريض مخفش رغم انتهاء من تشخيصه ومن علاجه، ولكن برضه مخفش رغم ان هو اكلينيكيا خف، بس اول ما بيظهر عليه بوادر التحسن يوقف العلاج، او انه بيكون خف فعلا بس يظهر عليه بوادر التعب قبل يوم واحد من ميعاد الاستشاره. والسبب بسيط جدا، هو انه الاحتياج النفسي البسيط اللي الجسم عبر عنه بالمرض النفس جسدي. اللي حصل ده لانه الانسان لسه حاسس انه محتاج للاهتمام، محتاج ان اتشاف، محتاج ان اتسمع، محتاج ان حد يهتم بيا. الزوجة اللي زوجها مشغول عنها طول الوقت، شوية في شغله، شوية بيقرا الجرايد، شوية بيشوف الاخبار، عقلها الباطن عارف كويس قوي انه غير مسموح ليها انها تعبر عن تذمرها او ضيقها الا اللي حواليها، واولهم اهلها وناسها ومجتمعها هيستنكروا ده ويطلبوا منها تحمد ربنا على اللي هي فيه. اختار جسمها انه يعبر عن الالم في كل حته، بيحصل لها مشاكل في الهضم والتنفس وعدم القدره على انها تعمل اي مجهود، ومشاكل عضليه وحسيه واوقات كتير جدا جنسيه. الطالب اللي اهله مش شايفين منه غير درجاته في الثانويه العامه مش هيقول لهم ارحموني او شوفوني انا مش نتيجتي او حرام عليكم اختزلتوني في شويه ارقام يا اولادي لا، ده جسمه هيتكلم بداله وهيجيله صداع والم
ملوش تفسير، ونلف على عيادات ونعمل تحاليل ونصور إشاعات وتتلخبط العلاقات وتبوظ الجوازات وتنتهي العائلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتير جدا من التشبيهات والتعبيرات اللغوية هي في الحقيقة أوصاف جسمانية، بس احنا من كتر ما بنستخدمها نسينا أصلها. يعني في فكرة حلوة، كلمة حلوة دي بتوصف طعم أصله حاسة تذوق. وفي راجل خشن، الخشونة دي ملمس أصله حاسة اللمس. وفي صرخة الجمال، صرخة دي بتوصف صوت عالي جدا أصله حاسة السمع. وغيرهم كتير. طب اشمعنى؟ وإيه داخل الكلام ده في الموضوع؟ لا استنى، في الحقيقة هو ده الموضوع، هو ده كل الموضوع. عايزين تعرفوا؟ هقول لكم، بس مش المرة دي. استنوني في الجزء الرابع من سلسلة حوار مع الجسد. وما تنسوش تدعموني باللايك والكومنت والشير، وتعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب. ودايما دعمكم وتفاعلكم بتدعمني. والسلام عليكم.